بالعالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأفاضل، قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم بايع أهل المدينة وأخذ منه البيعة وقالوا: إذا قدمت علينا نحن سندافع عنك. انتشر هذا الخبر في مكة، فتأكد القريش بأنه أصبح للمسلمين مكانا يأوون إليه، فخافوا، فبدأ أذيتهم ومشقتهم على المسلمين يزداد. فالرسول صلى الله عليه وسلم أوصى صحابته بأن يهاجروا إلى المدينة المنورة، فسنقول كيف هاجر والمقدمات إن شاء الله. برايت عزيز پیغمبر علیه الصلاة والسلام حفتا چوک مگو پشتیکو بیعت دستاینا ملت مکه کر انصاریه ملت مدینه کر سوزدان پیغمبر را گوتن اگر کتهاتی املتا خواهی درن املتا بپارزن امل صاورما تبکن یعنی اف خبر هانه درکت بلا بو لمکه کافر پی حسیان نورماده و شرطی بو بدزی کابو فقط بجن وقتی که سوزدان پیغمبر شیطان کر قیرینی شیطان روایت بجن شیطان غازی کر گوهای و تخودان گو ملت سوزدان محمد دی عیشه و زوره یعنی لمکه شیطان کر قیرینی دنگ چو هر کسی یعنی پی حسیان کافر سر اسبی رابون و عولی هاتن جمع چادر ملت مدینه گو ایشه و سوز دای پیغمبر اوی که مسلمان چونه خبر ندان اوی که ایجا نبونه مسلمان کافر جبون تجارت هات نوان خبر داد والله همه تشکیتنه اوت بتنه کافره هنکی ما یقین کریا گو دمه که خبر که نراسته ولكن پاش فهم کنک مسئله راسته ایجا حتی که دوان کتن ملت مدینه فلتی چون یعنی کافر تماشا کرد که وایش پیغمبر را باجارکی چه بو هنک انسان او ملت مدینه ملت شروانه بکردید بین شروان یعنی شر هست کن سواشینه یعنی چون که بصلاح بکشته بون نهرتن چکی خوشنه نوا باجارکی چه بو انسان بسلاحنه خود زانه کجمار اون چقاسن 500 هزار چقاسن او انسان شروانن یعنی نهرتن خیر جواناتنه گو ام چه بکن گو ام ده اذیت المسلمان بکن خواهد تشتال هفتینه دست بیکای و ساکنو اوجا زیده کرن ازیت المسلمان کرن اول وان خستن و چک کرن وار حاصل پریا وان خستن زحمت پیغمبر علیه الصلاة والسلام گو ایزنا و درکتی اوی کت خوازه هجرت بکه کرم کن آلی مدینه دهر امیانا ایجا بحثا يبكن ان شاء الله. طبعا بعدما اشتد اذيتهم على المسلمين فالرسول امرهم بان يهاجروا الى المدينة. في المدينة اشخاص ناس محاربون يعرفون الحرب والقتال، فالرسول أمر الصحابة وقال: اذهبوا إلى المدينة. فأول من هاجر اسمه أبو سلمة زوج أم سلمة، فهو هاجر، ولكن المشركون أو أهل زوجته لم يسمحوا لزوجته بأن تكون معه، قالوا: أنت تذهب اذهب ولكن لا نسمح بأن تأخذ بنتنا، وكان له ابن صغير. فبالعافية أهل الزوج أخذوا الابن وأهل الزوجة أخذوا الزوجة، وذهب أبو سلمة لوحده إلى المدينة. فأشخاص كثيرون مثلهم ذهبوا، فالرسول بعدما أمرهم عليه الصلاة والسلام كانوا يذهبون شخصا أو مجموعة إلى المدينة المنورة. پشتیک پیغمبر علیه الصلاة والسلام گو چارتنه گو هرن هجرت بکن یک بیک هرن کیت کاره هره. طبعا الصحابه هناك جوان يك دشون هناك دو سيد گشتنه هناك مثلا ظلامي وك حضرت حمزه كهبونا دغو از در كبم كان حبمير كتاب مراول از هم خراب بم يعني كانوا قهرمان بون فقط تفكي دزيك هيدي چم جوان شر وكشتن چنه و دزيك دشون و شرطي دشون یک جوان صحابيه كچو جنابي ابو سلمه شخص كيه جنابي جناوي او ناوي جناوي هنده تبي صبي كيوانه بشوك دركاتن مالا خزوري هاتن گو تدشيت مالا خرات كي گو چه حقيقه هيت قيزا بيم قيزا هنادنته جناوي جسانتن كرنو نكرن گو جنم قيزا هنادنته تو چي هر كدا چي سربستي اما قيزا هنادن يا جنا منه گو منادنته حبا كيزارو كيوان هبو مالا باب ابو سلمة جي گو قيزا هنادن گو امج تورن امي صبي هنادن وي صبي کی بچوک ناف خدا وی کاش کرد به ملی ویجی درکت و فقیر ملی ویجی درکت یعنی ولا کرک جوان ساندن گمنات دبی ابجنا هانه فقیر هانه حبو سالکی
هر رو سرس به درد که خود گریا میر لالی که زاروک لالی که حتی دل اون پیشوتی او بسرش خدا بترسم ویژنانه گناه ظلام چو زاروک چو چه ویژنانه خوازن دل وان شوتی گفت سربسی دهر جنکی بردان مالا باب ظلام جی گوشت گده تای صبیه تایش دانه که جنی کترش خوهره دنیوی ردا صحاب ظلام کی جا نبی مسلمان نبی عثمان کلی طالحه کافره دنیره جنک چت به خوش کم کدا چی دبی چه مدینه قزلام تراتن دبینا دبی ما نعیب جنکی بتنی بشینم کافر امریک نب سلمان جی دبی حتی مدینه زب ترا ورم اجا ام سلمه دبی من ظلام کی وکای به ادب و اخلاق ندیتیه دبی دم اكل جيكي سرحت بكران دبي عادات الدواء حيوان بلند گرم زامتين خوار رودن يعني اكن بيش دبي پارخ بكن وساكن وفهم بكن دبي دبد اني خوار خدور ددا جبون مندينش دبي پياد بم ادهاتم خوار من تگاش دبي پياب مد هات دبي بلجيكي گريتا جبون تشت بخو او داوي دمك وقت هاتن باتاناش دور سكن دبي نزيك مش نت سكني ها دمك بوشنا تقول سوار الدواء خسياره دبي سيار دبا راتبو جنكي بر حتى مدينه بلاش یک کافر یک مسلمانه اما ظلامه که بناموس بشرف بو یعنی برجر اگو ظلامه تلفی بازار آدی گنده هانه ده هر لبی های ترایت فکری به هر یعنی انسان ساکنو بشرف و ناموس یهبونه ابو سلمه یک جوان انسان که عولی سفر کرد هجرت کرد و جناوی جساندن لپشت ساله که فقیر جناوی گشته اینکه انسان دنه چون همین حیاتا یکی دو دنه جوارا بجن ان شاء الله برای بو مسلمان فتح مکه دا بو مسلمان درنگ بو مسلمان اما درنگ ليه بو مسلمان فقط انسان کی میر و شرف و يعني وكذلك الصحابه الرسول حينما امرهم بالهجره نحن ننظر الى الايمان تركوا كل شيء وذهبوا لله عز وجل لان يحافظوا على دينهم تركوا الاهل والاولاد والبيوت وما يملكونه ومن هؤلاء الصحابه الذين هاجر من أجل دينه وترك كل شيء صهيب رضي الله عنه المشركون مسكوا به قال كنت فقيرا فأصبحت غنيا بيننا ولن نسمح لك بالذهاب قال هل تريدون أن أعطيكم مالي وتسمح لي قالوا نعم إذا أعطيتنا مالك فأنت حر فأعطاهم كل ما يملك وسمحوا له فحينما أتى إلى المدينة الصحابة سمعوا به قال أنت خسرت يعني لماذا أعطيتهم مالك فالرسول قال ربح صهيب هو لم يخسر شيئا هو نجا بدينه لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم سمى بيعته ببيع المرابحة أي ربح في هذا ولم يخسر فهذا هو الإيمان الذي قاد بالمسلمين من المكة المكرمة إلى المدينة المنورة إعلاء لكلمة الله حتى يحافظوا على دينهم وإيمانهم یک جوان صحابی دنیجی که میرانی که پرمازن که نابی صهیبه صهیب فقیره کی بو لی انسان کی صنعتکار بو حسن مسنات تشتا چت کرد هات المکی و بو خیلی پرابس کی پری چه بون یعنی وقتی که هجرت بکه کافرای گرت هو بزمان عربی گوتن سعلاب سعلوک یعنی بکرمانجی ام بجن ریوی یعنی تشکی تاتنا بو تبو خیلی پراته تبی پری خوشی هاری ام نایل انتهاری قالوا إنسان أجركو أسبري خو بدم و نيزنام بدون قو أسبري دا جعل ما تاكل يوكب كردي ما جعل كل شيء سربس يتفرق بدم أوج مرة لازم يقول بري مباد مالا من فلان جدا وشارتيه هر مرة بري متبج ورابه شون بري ديتن قو بلن برا هرا قو بريج مرة لازم وكل شيء سربستي هات مديني في صحابية خبردان وبود ورداوي دا تشكرن چن اكره کی جواتيه قولا مجي مال اختف دايوان و ازهاتمه وی وقتهانه هنک آگو نخواست مال خودت زرار کرد چما مال خداوند اف خبردان چو گوی پیغمبر گو علیه الصلاة و السلام گو صهیب زرار نکرده گو وی کار کردیه کار قازانچ کردیه لورا اگر کپرن ندانای بر ندان بلکه بکشتانش اوی انسان هانه خوب پرا جدست وان خلاص کرد جبانه که هر باجار نو اوی پیغمبر امر کرد که لکا پیغمبر به جدین خدا را خدمت کیب که دو ما پیغمبر گو صهیب زرار نکردیه قازانچ کردیه و انسان وکاوی جی پر بون کوان صحابیه جی تماشا کن تربیت پیغمبر دایوان اوسا تربیت ایمان داوان جبون دین خدا مال خویشتن پری خویشتن ثروت خویشتن گلک جوان صحابیه وکا صهیب تشتکی نبرن او بسری خوچون یعنی تشتک نبرن گبرتک ایمان ما بفلته اوان انسان خیره مناکن هجرت او ام بیجن جبون خدا وکا هجرت حضرت ابراهیم او هجرت مازن اوه
وتاريخ دا ام تكارم بيجن هجرته ان مازن افا ساغلم افا باك افا تميز اف هجرته مال خب قرآن برن جبون الدين خدا چون لوي او لوي جي كسك ظلم الملت وانجي نكرن يعني نه چون عرض وانجوان اصلا نبون استيوان سيار نبون جبون خدا جهاد كرن او كسك جوان نات ولات خوشي ها ناتن پشتكم مكه بو مسلمان جي نزبرين وكا بيجا ما تشتكي فروت يم نزفرن جارقت پوشمان نبن من نفس اخو هديه خدا كره هيبه كريش خدا را دي اسلام دا هيبه تبكي هيبه وزانه چنم هيبه كر دبه هيبه خو نزفرن يكي تشتكي هيبه بكد هيبه خدا بزفره حاشا وكا كوشكه كي تشتكي بابش دخو داوي دروا او جارقا دي بزمان خو بيسيا خود خو يعني او قصه تشتكي بيس وانا نفس اخو هديه هيبه كرنج خدا را مادام ته هيبه كريش بونه خدا غلط نزفري و نزفرنجی يعني یکی بتانی فقیر دو اسنای حجیل چه وفات کرد پیغمبر گفت چقدر به شانس فقیر رو ها دوید يعني خاصکل وید نمیرانه يعني اوج تقدیر خدا بو نک خرابی کی ولكن درس کی پر مازن ابي هجرت بکن او قسم مکان کی وانه مازن دوید هي وكذلك من الذين هاجروا ولكن هاجر علنا عمر رضي الله عنه معظم الصحابه هاجروا سرا ولكن عمر لشدته وقوته وغيرته على الدين فحينما سمع بأن الرسول أمر الصحابة بالهجرة فهو أخذ السلاح ما كان موجودا عنده وطاف بالكعبة وبعد ذلك نظر إلى القوم قال الذي يريد أن يموت الذي يريد أمه أن تبكي عليه زوجته تبقى أرملة أولاده أيتاما فليلحقني فأنا أمشي إلى المدينة إذا في واحد رجل خليأتي ولكن ولا أحد جرى أن يذهب وراءه يعني كل الصحابة لا نقول كانوا خائفين ولكن عمر كان شديدا أكثر فهو لم يحب أن يأخذ بالحيطة والاحتياط قال عينك عينك كما يقول أنا سأذهب والذي يحب أن يأتي فليلحقني سأريه ولا أحد استطاع أن يذهب خلفه وكذلك وعد بعض الصحابة فاجتمعوا به كذلك هم هاجروا إلى المدينة يك جوان صحابي هجرات كر إجا هجرات بشكي دقشك حضرة عمر حضرت عمر وزانه شخص کی نه نورمال بو پر میر بو سنیر بو میر بو بقوت بو باش ناویج بحث 2 متر و تشتكي كنت راخو درج بو اما میر بو جميرانيه زيتر ايمانوي پر قوت بو يعني نترسياش كي چت كبراب يعني شخص کی خرابيه كافرتي ديتيه لورا حضرت عمر دبجه او انسان کو بيسيتيه كافرتي نديت بتعريتيه كفره قيمته اسلام جنزانه يعني ايجابي کافرتیا پیستی تبو قیمت اسلام ازان بو حضرت عمر پشتی کو گو پیغمبر گوتی هجرت بکن لمال جل خل خوکر جل خوی حربه ها ام بجن وک انا ضماچه و کلش کوفو قاصه ورا ای وقت شور بو رمح بو نظام چبو الخوکر جل خو حاضر کرد چو طواف کعبه کر و گوگلو انسان گو از با هجرت کم از با چم ادنه تف زیکات و شرطی گو کید خوازه کوره کشتن کید خوازه دیاوی چاوی شل بیانه دیاوی بگریل سره کید خوازه جناوی بیزلان بمینه کید خوازه زاروکی یتیم بمینه براوره ازواج مرهنه براورن يعني فليلحقني خلف هذا الوادي ابا مين والله انا نبجن برا بلكي وبيجن برا عائله وهي عائله ملويت نبتنم اذا كان مير ورن يعني د صحابيه ده ان افيكو بفي شكل يعني هجرت كر او بتني واكيد تف شاهدي كاتشون والله کسی که جسارت نکرد هر پیشیاویشی او کامرا در باز و ابی دیجی شر ندخواستن کشتن ندخواستن افانه تب بدزیکا در باز پونچون ما جمارك هندك صحابيات مدينة دا بقى عدد قليل من المسلمين الضعفاء والمساكين والمرضى والعجز والأطفال ومن الكبار الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكذلك زيد بن حارثة رجلين هكذا من الذين يستطيعون الهجرة كذلك أراد أبا بكر أن يهاجر فقال الرسول على رسلك ربما أنا كذلك أنتظر الإذن من الله عز وجل على أن يسمح لي فأبو بكر فهم بأنه سيكون هناك صحبة بينه وبين الرسول في الهجرة واستعد الراحلتين وكذلك اتفق مع رجل على أن يدلهم في أفضل طريق إلى المدينة وحضر أهله وأسرته. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك كان ينوي النية ولكن بعد إذن الله عز وجل.
پشتی که وان گروه هانه چون مدینه دا اوی که انبیجن مانه پیغمبر ما ابو بکر صدیق ما حضرت علی ما زید کره حارثه اوی که پیغمبر کربو لای خو او ما او اختیار اوی نخوش اوی ضعیف او من لی اوی کدکارم وانا هندک من یعنی 4-5 حبکی من ابو بکر جی خواست هجرت که گو یا رسول خدا ایشت خوازم هرم پیغمبر بجرا گو بسکنه بلکی ایزنک همیش درکه يعني تيجي وري يا رسول الله خدا قواري يعني بهبره هرن بوز هيبيتكم وإذنك يوصاد لركبه أبو بكر إنسانك بعقل بود در حال حاضرية كر ده حب دوا حاضر كر تشتو داوان قو حتى كان روكي كينغا إذن تي من زان كا 20 رو باشه مهكي باشه وظلامك جديدن أو ظلام يعني نفس المنبو ولكن إنسانك أمين بو رهبر وار حاصل أبو بكر حاضرية كر حتى أكو إذن ورج هجرة وانرا طبعا المشركون قرروا أن يعملوا شيئا خطيرا قالوا الأمر ازداد صعوبة حصل لمحمد مكان واجتمع أصحابه هناك وأهل مدينة نحن نعرف أناس يحاربون فكذلك إذا ذهب هو معهم سيكون الأمر خطيرا جدا ماذا نفعل؟ اجتمعوا في مكان دار الندوة يسمونه قالوا نحبسه قالوا الحبس لا ينفع سيأتي أصحابه وسيأخذوه منا نطرده خليه يخرج منه قال هذا ما يريد إذا ذهب كذلك سيجتمع بهم ويأتي إلينا قالوا ماذا نفعل أبا جهل كان خبيثا قال نقتله ولكن بشكل أهله لا يستطيعوا أن يحاربوننا ماذا نفعل قالوا من كل عائلة رجل قوي شديد نجتمع جميعا 10 5 15 كم واحد فنجتمع أمام بابه حينما يخرج صباحا من المنزل يهاجم عليه ويضربه ضربة واحدة سينتشر أو يتوزع دمه بين جميع فروع قريش ولن يستطيع بنو عبد مناف أن يحاربوننا جميعا اجتمعوا على هذا وقالوا الليلة الفلانية قرروا الليلة حتى يحاربوه فالله عز وجل أخبر نبيه بالأمر وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك إمساك الحبس أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين الله عز وجل أخبر الرسول بالأمر والليلة فالرسول أعطى الخبر لأبا بكر بأن سننتقل الليلة الفلانية من مكان الفلاني خافرة نهيرتن دورم نخوشه أم كردي أخذ بيجن صافار بخيچك مزانه چنه كفر صافار تدخوي كفر تدها بمعنى وتشكي تهليكات تدها يعني صافار بخيچك معنى تهليكات في عيشه ده كافرة تما شكر قو والله صافار بالغرة يعني بكردية ما بالغرة بيجن بالغرة ده كفر تدها يعني تشتكي تهليكة يعني ها برد ايب چوچك يجا اري قو والله دورم نخوشه وای هواله محمد تفچون باجارك جلوه توپه هبو وانا بون بلا سره ام چه بکن جوینکی چه کرن یکی گو امی بکن حبسه قلنا والله حبس جنابه قو جامعه ورش دسته مدرخن يعني تب سلاحن وقوتن ام چه بکن قو ام برد نبرش را درکه گوش کن اوج بیاد خوازه هر بگی جوان جاره قادی بلا سره ام چه بکن قو ان باشی امی بکشن تمام ام بکشن دمه چاو بکشن مالبات اوی هيا ابو جهل شيطان بو پر عقل بو عقلك شيطاني سري ابو جهل ذهبوا وامج هر عائلك جنجك جهاتي بسلاح بينن دي حبن بيست حبن فازده حبن چقاسن برمالا يروكي سري سمي كوم ببنت او محمد شواج مال دركبن بهبره ليخني امناچ مالي دا يناقشن برينك يعرفوا عاداتها بون يعني ويدوجد ولكن درفاتوكشن الهندر يعني ايه قو تمام ام قرار خدان فلان شاف بصبهرة بردر مالا محمد امي بسكنن چواك دركت امي جار كده ليخني يبقجن كما يكش عائلاوي نكارب متوارا شربك يعني او صدي بينجن دهن ام صدي نوتن مجبور امي خيني بدني وقديش دفتري بقرا مش محمد فلتن خدا عز وجل في وحيش بيغمبرشان ووقتك توب تبون تقوتن امي بقرن ياجي امي داخن ياجي ام بقجن حيلو بلان تكرن ولكن بلان خدا دهابرن خداش پیغمبر وحیشان پیغمبر دو ابو بکر گو جوندنا ما تمام ایدیم درتن اجا ابو بکر بریا کیفایات او پیغمبر به هفراتش کیفا گریا کیف کرو گریا جنا قیزاوی حضرت عایشه دبه من نظام بو انسانش کیفا دگرین حتی کم دیت بابه مش کیفا دگری يعني بریا کیفایات از ببم حواله پیغمبر پر هجرت بکم ور حاصل کلام اجا پیغمبر پلان اخویا هجرت چکر می انا یجی بش ان شاء الله بعدما أخبر الله الرسول بأنهم يريدوا قتله
الرسول قال لعلي بن أبي طالب ستنام في فراشي في سريري، لأنه في سابق البيوت لم يكن مثل المحكمة، الأبواب فيها شقوق، الشبكات كذلك. هم قالوا سيأتي وسينظر هل هناك أحد في السرير أم لا، سيظن بأني موجود، ولا تخف لن يصيبك شيء. ذهب إلى أبا بكر قال سننطلق في الليل المكان في الوقت الفلاني. بالليل علي نام في فراش الرسول خرج من بينهم وهم في الباب ينتظرون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. قرأ الرسول الآية عليهم وخرج ولم يشعروا به. الله عز وجل ألقى النوم على عيونهم. ذهب إلى أبا بكر وخرجوا إلى غار حراء. غار حراء تقريبا لو نقول حسب الجغرافيا، إذا يقع المدينة في شرق مكة فالغار تقع في غربها، بالعكس اتجاه المعاكس. ذهبوا إلى هناك وبقوا 3 ليال هناك، وهؤلاء انتظروا أمام الباب. فبعدما خرج علي من الفراش تفاجأوا بأنه هو علي وليس الرسول، فقالوا قد هرب منا، فبدأوا يبحثون عن الرسول صلى الله عليه وسلم. پیغمبر گو علی ایدی پلان پیغمبر چیه؟ گو علی تی ایشان نوا جیم دب که بیخو اوانا جیورم برداری بر جی مال بر وقت آنا نبود تدی آنا دواره بتونن دری حسنن بر قلی که دریها وقت اوانا وکنم مزاد کنن کیه کیتنه یعنی ایورن تماشا کنیا یک نوا جیاده هی بجوا محمد حتی درته تلفرابم و نترسه مراقش نکت شکیب تنابه خدا تد پاريزه. علی کت نافجی پیغمبر درکت ابو بکر را گو و وانا جهاتنا برداری سکناندی نیدی. پیغمبر درکت آیت پیروز خواند خدا عز و جل خوی آب سرچعب وانا ندیتم پیغمبر نوانده چو او ابو بکر گیشتن هب چون مغاره کی بیج مغاره حیرا عفوا ثور جراد من حیرا او وحی آدنیه ایجا پیغمبر علیه الصلاة والسلام پیلانه کی خوش خدانی بو یعنی ام بیجن ابرا مکه به مدینه لبرا به پیغمبر هات لبر ترسی هات جبونه کو چمکی وانا زان پیغمبر در ورده هره مدینه والور پیغمبر ورده هات 3 روزت ورده خو شارتن مغاره کپچوک بو 3 روزه دامان وان شیطان درکتن او تقریبا شوب زانه چنه شوب ایز یعنی ایز شوپن گا یعنی هاتن دیتن گولا و ورده هاتیه تی نزیک یورا و تشکیتنه یعنی خدا عز و جل پرده آب سرچعب وان پیغمبر ندیتن تدا حتی ابو بکر خمگین بو محزون بو و عجب وانا تشکی بکن پیغمبر بدینن ولكن پیغمبر گو لا تحزن ان الله معنا قلنا ترس خدا دقل ما محزون دبي وحتى دبي يكي هات لبي نزيك يوش خد دسمجا خو كر ميزا خو ام بجن يعني پیغمبر گو ما بديت انا قوسا كينو تكرن يعني كيتل بر شعب را ميزا نادي نگو قده شعب وانگرتيه يعني 3 روزه دامان پشت 3 روزه طبعا دوی 3 روزه هانه دا لای ابو بکر خدمت کید کر خدمتکاری خدمت کید کر کچاوی تشت کید نت کر وانا تب خدمت پیغمبر کردن دست پیکر خدا عز و جل ایدی پیغمبر و شارت تشتک نال سریوی کافر خوازن بگجن خدا نایل ورن کشتن کافر خوازنی بگیرن خدا نایل ور گرتن حتی کو پیغمبر گشت مدینه جی چند تشت مازن چبون یعنی یک بدوان کت چه نزیکی وان حسباوی عدد چت که بخواره 2 جار 3 جار ناوی سراقه فهم کرد که نکاره پیغمبر گو حیرا امانت خوازه منعفو بکن و پیغمبر که هاده که از کرد گو امان شتره حتی سوزه که دانه که گو ایران که فتح بو امی تاج آمد دن سریتا تاج سلطان وان تاج شاه ایران دان سریوی او جهاد پیغمبر گو لبشرت که هری کل دومهات بیجه کس کی تنه اوش زفری کی داد گو نانم چه مراقه نک کس کلوان داره تنه یعنی والحاصل قال لك معجزه هبون كرامات هبون پیغمبر عليه الصلاه والسلام حتى كو گشت مدينه ده حفتاتي امره هجرت پردرج ناكم تفت زان هجرت بمعجزه بو بكرامات بو بقنجي واحسان خدا ابو عز وجل سر پیغمبر صلى الله عليه وسلم ولكن رولا علي پر مهم بو رولا ابو بكر وعائله پر مهم بو او خدا يجي في تشتهانه في سترانه دا سروان وانج هر خرابيه محافظه كر هم مغاره دا و هم دريدا حتى كو گشت المدينه قال لك كرامات ونعمته معجزه مازن خدا عز وجل نشانه پیغمبر دا حتى حفتهاتی بین الحفظ و پارسنا خدا دا ان شاء الله حفتهاتی ام بحثا شو پیغمبر كتجرته. ابقوا في حفظ الله ورعايته الى ان نلتقي في الجمعه القادمه ان شاء الله سنتكلم حول دخول الرسول الى المدينه المنوره باذنه تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.